بالنسبة للبروتين، البروتين أنواع كتير. قبل ما أتكلم على نوع البروتين المعين ده، عايزك تعرف إن أي طلبة هتطلب من الموقع هتحصل على نظام غذائي وتدريبي مجاني أو مدفوع على حسب الاختيار اللي أنت هتختاره بعد الطلب. بالنسبة للبروتين، البروتين أنواع كتير، لكن أنت لازم تعرف أنسب نوع بروتين ليك. يعني مفيش نوع معين بعينه هو الوحيد اللي هيفيدك، مع ان احنا ممكن نقول مثلا ان نوع الواي بروتين الايزوليت هو اكتر حاجه بتفيد في كل الاهداف. ده انا معاك فيه، مفيش اي مشاكل، انا ما عنديش اي اختلاف معاه. لكن اللي عاوز اقوله لك ان انت مثلا لو شخص رفيع جدا وعاوز تضخم، مش هيفرق قوي لو جبت بروتين كومبلكس. طبعا انا ما بتكلمش على المصدر بتاع البروتين، صويا ولا واي ولا فيجن ولا بيف، كل الكلام ده انا معاك فيه. الاستفاده من المصدر بتختلف من مصدر للتاني، لكن اللي انا عاوز اقوله لك ان انت لو بتنشف مثلا، يبقى انسب حاجه ليه الايزوليت والهيدرولايزد، وممكن برضو الواي جولد ستاندر والكلام ده بيبقى فيه كومبلكس شويه، ولكن بيبقى مثلا 90 من 90 ل 95% منه بروتين ايزوليت. طيب في كذا نوع، لو انا هنشف في كذا نوع، ايه انسب نوع اختاره؟ انسب نوع تختاره هو الهيدرولايز. ده انقى حاجه، وده اكتر حاجه هتديك بروتين صافي خالص. ولكن عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا، الايزوليت لو هنقول بالبلدي نسبه امتصاصه، فنسبه امتصاصه مثلا 95%، اللي هي سرعه الامتصاص بتاعته. مثلا يعني لو هيروح للعضله في نص ساعه ولا ساعه، على فكره مش هتفرق قوي، مش هتفرق خالص. طبعا انا اي كلام هقوله هسيب لك الابحاث بتاعته الطبيه والرياضيه بتاعته والتجارب برضه. وانا شخصيا باخد بروتين وكرياتين ومكملات ان شاء الله. الشاهد، الايزوليت من الهيدرولايزد مش هيفرق قوي، الا لو انت عاوز الا لو انت عاوز الفرق ال5 ولا ال10% اللي هي الهيدرولايزد هيديها لك في النقاء بتاعه وفي السرعه بتاعته. ده بالنسبه للبروتين. الانواع كتير، اي نوع ان شاء الله باذن الله احنا هنعرضه على الموقع هيكون نوع كويس احنا جايبينه من مصادرنا الموثوقه اللي بنجيب منيها، واليجيتور فيت موفر لنا يعني كل الحاجات اللي احنا عاوزينها، بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني ما تنساش ليك النظام بتاعك الخاص بيك بعد ما تطلب الطلب، والنظام ده بيبقى بناء على اخر الابحاث العلميه والطبيه، نسب المخصصه ليك انت، لان انت ما ينفعش تاخد سكوبات وخلاص، 4 أو 5 و6 سكوبات وخلاص يوميا، ولا تاخد سكوب و2 بس وما تلاقيش نتيجه. لا، كل واحد ليه النظام المخصص بتاعه اللي هيوصله للهدف بتاعه. مع اليجيتور فيت ضمان مكمل معاك للاخر.